فيكم من جديد مستمعينا على راديو الآن اف ام مع برنامجنا سوري عن حالي. معي أنا ليلى ومعي براء ومع ضيفتنا لليوم نهال. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا. نعتذر منكم، صار في شوية تأخير لحلقة اليوم، بس تأخير استثنائي، حالة خاصة. البرنامج ما تغير، ما تعدى للساعة، دائما للساعة 4 للساعة 5، وهو موعدنا الأسبوعي. حلقتنا اليوم مع نهال. أهلا وسهلا فيكي نهال، كيف حالك؟ نهال يمكن بحاجة تقرب على المايك أكثر، يمكن ما بعرف، صح يا صديقتنا؟ كيف حالك نهال؟ شكرا كتير 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 لأنك قبلتي. والله أنا تشرفت. شو موضوعنا اليوم يا نهال؟ احكي لنا. الموضوع هو حيكون تمييز أو بالمختصر العنصرية على أساس اللون، لون البشرة. اوكي، هلا نحن بالعنوان مبين معنا متابعينا اذا قريتوا اللي مكتوب على اللايف، صحيح سودا بس حلوه. قد ايه بنسمعها لهالمفرده بحياتنا، صحيح سمراء بس حلوه. قديش مستفزه، قد ايه بنستعملها بكثير صفات، لكن نحن اليوم عم نركز على موضوع صحيح سودا بس حلوه. نهال من عندك رح ننطلق، سمعتيها بحياتك لهي الجمله؟ ما بتذكر انه توجهت لي يعني الجمله دي، بس سمعتها كثير، بقرأ تعليقات كثير إلى يومنا هذا يعني في السوشيال ميديا، في أي مكان. أول شيء نهال عارفين عن حالك، قد ايه عمرك، شو بتعملي، شو احكي لنا عنك انتي. أنا عمري 25، سودانية وعايشة طول عمري في الخليج، وحاليا ما شغالة، بس مهتمة جدا باللغات ريسيرش والكتابة وكذا. وانت كتير مهتمة على فكرة، وانا صار لي يمكن كم شهر عم بقول لك ساويها لهالصفحة، مهتمة كتير خلينا نقول مايك سوري، مهتمة كتير انت باللهجة السودانية وبفكرة انه تعرفي الناس على اللهجة السودانية، لانه يمكن اكثر لهجة شائعة بالبلدان العربية وبالاعلام هي اللهجة الشرقية، أو بالأحرى اللبنانية السورية. وكتير ناس لما بتبدي تتكلمي معهم بالسوداني باللهجة السودانية بيحصل إنه ما بيفهموا عليكي، أو صح. ما بيعملوا جهدهم خلينا نقول ليفهموا عليكي. احكي لنا شوي. صح. أنا بالنسبة لي يعني من أنا صغيرة أغلب الناس يقول لي إنه أنت بتتكلمي في شنو what are you saying، يعني بتقولي في شنو الكلام اللي بتقوليه وأنا ما بفهم. فبالنسبة لي عشان أصلا اللهجة السودانية ما طالعة في الإعلام، هل بتحسي إنه هو هذا كسل من الناس، ولا فعلا الناس ما بتفهم عليكي؟ هو كسل وفي نفس الوقت ما كسل، يعني اللهجة ما متعارف عليها إعلاميا. إيه صح. فأغلب الناس ما بتسمعها، طبيعي إنه يقولوا أنا ما بفهم، بس في نفس الوقت هم ممكن يسألوا يعني شنو الكلمة دي، ما بيسألوا. أيوة. هم متوقعين إنه أنا أتكلم معاهم بلهجة مفهومة بنفس لهجتهم هم. هلا هو الحقيقة هذا مو واقع ما خصه بس بالسودان، باعتقادي هذا خصه بكتير. الإعلام والدراما لعبت دور كبير فيه، لأنه اللهجات المشهورة العربية أكثر. إيه هي السورية اللبنانية المصرية بحكم صح. الدراما بحكم الإعلام يمكن شوي. هلا صار أكثر، اليوم صرنا يمكن نسمع مذيعين سودانيين، نسمع مذيعين مغاربة، صارت الفكرة شوي أوضح. هذا بارت من البارتات اللي عم نحكي عنها اليوم بالتمييز، وهذا إشارة لنهال وشو بتعمل نهال بالحياة، باعتبار أنت مهتمة بشكل خاص بقصة اللهجة السودانية. لكن بالبارت اللي أهم اللي اليوم حابين نحكي عنه نهال، اللي خصه خلينا نبلش هيك مثل ما كنا متفقين تحت الهواء، الشعر الأجعد. صحيح، نحن حابين اليوم نحكي ننطلق أكثر مع نهاد بالحديث عن طبيعة الشعر وعن المعاناة اللي ممكن يعيشها الفرد أو الشخص بسبب يمكن الجينات، بسبب كيف فينا نقولها هون، هل إلى علاقة بالتواجد، هل إلى علاقة بيولوجي، سبب بيولوجي، سبب وجود خاصه بالجغرافيا، مكان منشأنا منبتنا يمكن، يعني صح. انه الافرو هير او الشعر الافريقي، الشعر الاجعد. انا قبل هالمره نحن عملنا بايلوت مع نهال، حكينا على قصه انه الشعر الاجعد جدا، انا قلتها فنهال قالت لي لا مو هذا هو المعنى اللي نحن بدنا نقول عنه. صح. هو الحقيقه هو الشعر الاجعد، ما فينا نقول الشعر الاجعد جدا. وكنا عم نحكي على بارت خاصه بكمان انه ليلى، انه التفريق بين الشعر الاجعد والشعر الكيرلي او الشعر اللي نحن بنقول لهم كزبر كمان مثلا بلغتنا. لكن هو نحن عم ننطلق
كيف بنحط شخص أو أشخاص بخانة معينة صح. بسبب شكلهم، صح. لونهم، طبيعة شعرهم، ملامحهم وما إلى هنالك. هي الفكرة يمكن هلأ نسمع منك كمان رأيك نهال. الفكرة إنه وأنا كنت عم أقول لك إياها يعني قبل الهوا، إنه يمكن مو منطقي إنه نقارن الشعر الكيرلي بالشعر المأجعد، خاصة شعر الجاليات السود، لأنه مو نفس الواقع، لأنه هو مو بس شعر مختلف، هي لون بشرة مختلفة. فأكيد الواقع مش مثل الواقع. أنا شعري مأجعد، يعني أكيد واقعي مو مثل واقع نهال، لأنه نهال عايشة حالة كاملة صح. إلها علاقة بتمييز البشرة، لون البشرة. صح ولا غلط؟ صح. أنا بس في نفس الوقت يعني بالنسبة لي هو الشعر الكيرلي أو إحنا بنقول عليه ملولو هو درجات، يعني بيجي أنواع. فالنقطة هي أي حاجة ما شعر أملس، اللي هي الحاجات اللي بنشوفها في المجلات، بنشوفها في الإعلانات، هي يعني تعتبر حاجة مختلفة، والناس يعني تتعرض لتمييز بغض النظر عن درجة اللولوة بتاعت الشعر. بالضبط. ففي ناس كثيرة أو فئات كثيرة من الناس بتتعرض للتمييز بناء على كده. تعتبري بأنه هذا الشيء مثل ما كنا عم نذكر فعلا يعني المعتقدات الشائعة اللي عايشين على أساسها الإعلام، الميديا، الدراما، مواصفات الجمال العالمية اللي قائمة على أساس شكل ولون وطبيعة البشرة والشعر هي اللي أثرت بهذا الموضوع، ولا هي أقدم من هيك بكتير؟ أنا شايفة إنه ما هي الإعلانات، هي الإعلانات جت يعني بناء على شنو؟ تعزيز شيء بأساس موجود. بالضبط، واللي هو أصلا من أساسه عنصرية. العنصرية ما أعرف يسموها شنو بالعربي، بس الوايت سوبريمسي، التفوق الأبيض، العرق الأبيض بالعالم. فهو أي حاجة جاية من العرق الأبيض تشبه العرق الأبيض هي المفروض يعني تكون المعيار الأعلى لأي شيء. تعرفي نهال، كنا قبل ما ننقي العنوان اللي حطيناه على الفيسبوك كنا حنكتب هل أنت عنصري؟ ليش؟ لأنه لما تسألي حدا هل أنت عنصري، يمكن لا. أول جواب لا. طبيعي لا، أعوذ بالله أنا عنصري أبدا. يعني أنا ما بشوف، أصلا بيقولوا لك أنا ما بشوف شيء اسمه أسود أو أبيض، أنا بس بشوف إنسان. أكبر ضحكة أنا بحسها عميان عميان يعني أنت exactly. فهل واجهتي ناس مثلا تصرفوا معك بتصرف عنصري أو تمييز معين بعنصرية، وهن ما حسوا على حالهم، يعني هن بيحسوا إنه هذا الموضوع ما فيه شيء وما فيه أي عنصرية؟ أكيد ما بتذكر موقف معين، بس أكيد كتير يعني شوكولاتة عادي. وأنا بيقولوا لي بلوند يعني. مشكلة بالأخير التلطيش إذا بدنا نقوله، أو التشقيع أو المعاكسات هي للحقيقة. هني بقى بحب لك هي الشغلة تحديدا ليست بسبب عنصري وانما بسبب. هلا هقول لك شيء بالنسبه، انا ما بوافقك ابدا، لانه كلمه شوكولاته تحديدا لها تاريخ عنصري. متعلقه بالبلاك فيس اللي بيسموه بالانجليش، ما بعرف كيف بنسميه ممكن نترجمه ما عندنا لو ترجمه بالعربي. البلاك فيس هو الناس اللي بيلونوا بشرتهم بالاسود على اساس انه هم ضحك عن الجاليات السود. فهي الكلمة أصلاً عندها إشكالية تاريخية. لكن أنا قصدت لما هي عم تقولها إنه ماشي بشارع وحدا شق أعلى، حدا لطش، حدا عاكس، ولا شوكولاتة. أوكي ما بلطش كمان. أكيد أنا عم بحكي لك إنه حرام نزلنا عليها. أنا عم بحاول خفف النقاش، ما نكون كل الوقت كتير جديين وتطلعني آخر شيء عملتي. يعني الفكرة إنه أنا كتير أكيدة معك باللي حكيتي، واللي أنتوا عم تحكوا أنا عم حاول استرجع كمان. خليني أقول الثورات اللي حصلت أساساً بالعالم وخصوصاً بأمريكا. هيك خطر على بالي فجأة مثلاً كمان الشيء الحديث اللي عشناه نحن قبل السنة الماضية، جورج فلويد، واللي رجع ذكرنا بمارتن لوثر كينج، وكل هاي القصص اللي هي خاصة بأصحاب البشرة السوداء حول العالم، والمعاناة المتأصلة القديمة اللي أصلاً هني عم بيعيشوها بسبب تفوق العرق الأبيض مثل ما ذكرنا. لكن حبيت هيك بس إنه يعني شوي خفف سامحنا. هل نهال يعني ما بعرف، هل أنت كنتي واعية كل حياتك بأنه أنت مختلفة عن غيرك،
ولا هذا الشيء اكتشفتيه بلحظة أو خلينا نقول بشيء صار معك تحديدا؟ لأنه في كتير ناس أنا أصحابي يقولوا لي إنه أنا مرقت بشيء خلاني أوعى للون بشرتي مثلا، انه ما كنت اوعى وبعدين فجأة اكتشفت ان كان خلال المدرسة او من عبر الشغل او من عبر ما بعرف علاقاتنا الاجتماعية. هل انت كمان تتفقي مع هالشيء؟ هل انت بتوعي لحظة معينة خلتك تفيقي؟ انا عمري 4 سنوات في الروضة زي باقي الاطفال يعني. كانت في واحدة بتذكرها، هي الوحيدة كانت بتيجي تلعب معي في نفس الوقت، يعني دمار. فكانت بتقول لي انتي لونك اسود عشان تلبسي جاكيت اسود دايما. انه صار لونك على لون اوكي. ايوه. فبمشي البيت وبعاين لنفسي انه هل يمكن كلامه صح، يمكن هي صح، يمكن فعلا صار لوني على لون الجاكيت. بكره الجاكيت وما بلبسه. هلا انت عم تضحكي بس انا متاكده انه الموضوع ما كتير بيضحك فعليا يعني هو ما حتى انا يعني ما بتذكر انه انا لما صغيره كان احساسي كيف او شعوري كيف. بس هي يعني خلتني افكر انه اوكي انا مختلفه. ايوه شكلي غير. حتى كانت يعني بتستخدم الفاظ ثانيه. 4 سنوات بس الفاظ لا تقال حتى يعني مثلا فينا نذكر شيء؟ لا ما حقدر. لا اوكي الفاظ بس شوفي عم تقول لك 4 يعني سنين. تشبيهات ما جميله. اوكي اكيد تسمعوا من البيت لانه هي ما حتخترعون عمرها 4 سنين. ما هي المصيبه انه عم تعيد. خلينا ناخذ بريك صغير نهال ونرجع لك بعد ثواني. رح نرجع ونكمل بلايف اليوم من برنامجنا عن حالي مع ليلى وبراء. ونهال اليوم ضيفتنا اللي مشكورة جدا قبلت تطلع معنا لحتى نحكي عن العنصرية المتأصلة بمجتمعاتنا، مو بس العربية الحقيقة، عالميا كتار من الأفراد والجماعات بيعانوا من عنصريات متأصلة، وقامت ثورات على وجه الأرض للحيلولة دون وقوع هيدي الكوارث الأخلاقية خلينا نسميها، واللي للأسف ما بدنا نطلع حالنا منها لأنه نحن بالأخير ما نبعاد كتير عن هذا الموضوع. دليل كتير واضح وصريح كنا عم نعيشه وقت مقتل جورج فلويد بأمريكا. كتير من الناس حاولت على أساس أنه هي عم تتعاطف مع قضية السود بالعالم بأمريكا وبالعالم، لكن يومتها صار في كتير صد ورد وأخذ بهذا الموضوع بما يخص كيف نحن بنقدر فعلا نحكي بهي مواضيع بدون ما نكون عم نحابي ونعتبر حالنا درجة أولى وفي ناس تانية درجة تانية بمكان. صح نهال؟ صح. بتحسي في فرق بين العنصرية اللي بالغرب والعنصرية اللي انت بتعيشيها ببعض البلدان العربية؟ عموما بالعالم العربي عم نحكي. بحس انه دي تجربتي انا طبعا، انه العنصرية هي شوية متخفية ما صريحة وواضحة زي في الغرب. يعني
الناس بترمي كلام ممكن يكون يتاخد يعني كأنه لطافة، بس هو في الأصل يعني عنصرية. فهو مختلف، وحتى الموضوع ما بيتكلموا عنه هنا في العالم العربي. ففي مفردات كثيرة أصلا متعلقة بالعنصرية ومش موجودة في اللغة العربية أو ما مستخدمة. صح. بدي ارجع اقول انه وقت اللي صارت قصه مقتل جورج فلويد واثيرت على كل المستويات، وقتها السوشيال ميديا كتير حكت بقصه بيض لنا وشنا وسودت لنا وشنا على سبيل المثال، كوحده من هي القصص اللي للاسف نحن صرنا نحاول نراجع حالنا. نهال نحن كمان بنقولها للاسف، هو القصد فيها مش الاساءه لاي كان بالعالم، لكن هو نحن ربينا نشأنا ونحن بنقول هاي المفردات بدون ما فعلا نحاكم انفسنا انه نحن عم نغلط بحق حدا. لكن كتير شكرا انه صارت الحادثه، وما كان المفروض يموت بني ادم لحتى نقدر فعلا نفهم ونستوعب انه نحن عم نكون عنصريين. صح. انا حابه فعلا اسال نهال بهذا الخصوص، كيف اليوم انا براء بدي احاول اتعامل مع نهال او ايا كان بالحياه بدون ما ابين اني انا عم حادي هيدي الحاله وما عم كون عنصريه؟ يعني نحن حكينا تحت الهواء كتير قبل ثلاثتنا بهذا الموضوع، بس فعلا يعني في كتير ناس يمكن ما بتكون قصدني هلا، لكن بالوقت نفسه بتجرح. فينا نحكي شوي بهذا الخصوص؟ انا حقول لك انه ما في طريقه انك تتفادي الموضوع. فهو يعني عادي عندك سؤال ممكن تسالي بلباقه باسلوب حلو، او حتى بكل صراحه يعني. بس المشكلة ما في انه الناس تسأل، لانه احنا عارفين انه في جهل، في ناس ما عارفة اصلا عن الموضوع، مسامعة يمكن قبل انه هذا الموضوع اصلا مؤذي، مستوعبة انه الكلام اللي بيقولوه مثلا هو مؤذي. فالنقطة انه الناس تتقبل لما يجيها رد. يعني مثلا انت قلتي انه هل انت عنصري، اول ردة فعل انه لا. فالناس انه تتقبل انه يعني الانتقاد. هي الفكره انه يمكن انه كنت عم بحكي بالموضوع مع لؤي يلي عنده برنامج عنا، لؤي هسه بنقول له امبارح كنت عم بحكي بالموضوع معه، فكنت عم اقول له ايه انت عنصري وانا عنصريه. قلت له لا بالاحرى نحن مش عنصريين، بس احنا فينا عنصريه. يمكن الفرق الواحد لما تقولي عن شخص انه عنصري معناته هو بوعي عم بيقولها او عم يرتكبها، بس اغلبيتنا هي من غير وعي. ما هو يمكن بالنسبه لي أسوأ لما يكون موضوع بلا وعي، معناته من كتر ما اندمج فينا الصوره اندمجت فينا كتير صور نمطيه، صوره الجمال البيرفكت. خليها هي تقولها نهال من شوي، قالت ليها بطريقه هات كده شوف عناصر الجمال الرئيسيه من وجهه نظر نهال. على فكرة أنا كتير بحكي، بس هو هدفنا نسمع نهال اليوم. لا أبدا، بس أنا لأني سمعتها من نهال فحابة فعلا على الهوا نسمعها من نهال. الصورة المعيارية أو اللي هي التيبيكال بتاع الجمال اللي هي الامرأة بيضة شقرة وعيون زرق. فأي حاجة تعتبر جميلة لازم تكون متصلة بالصورة دي. كيف بنقدر من وجهة نظر نهال نطلع من هي الصورة النمطية؟ شو الحل حتى نتعاطى؟ انا شايفه اليوم ان انحلت نوعا ما، يعني ما عاد بنفس نوعا ما حتى اذا بدنا نرجع نحكي نحن دائما بنلوم الميديا ونحن ابناء المهنه، ففينا نحكي عن حالنا. الميديا قبل كانت فعلا مثل ما عم تقول كلوديا شيفر وكذا، لكن في كمان نعومي شو كان اسمها نجمة نعومي كامبل نعومي كامبل مثلا، هي عارضة أزياء من أصحاب البشرة السوداء وهي جميلة وهي بتقدم بشكل يعني. هل بتحسي إنه تغيرت الصورة النمطية؟ إنه في محاولات لكسر هي الصورة النمطية، إن كان من الجيل الجديد أو إن كان بشكل عام. مثل ما حكت ليلى قبل شوي، الناس اللي على دراية بأنها عنصريين وعم تحاول شو المفردة فينا نقولها، تدرب نفسها على أنه لا. معلش نروح بريك صغير نشوق الناس وتردي علينا نهال. شكرا.
وسهلا فيكم من جديد على راديو الآن ببرنامج عن حالي. ضيفتنا اليوم نهال، عم نحكي عن التمييز بشكل عام والعنصرية على خلينا نقول البشرة، ولكن أيضا الشعر. كنا عم نحكي عن اللهجة كمان بداية الحلقة. نهال كان حتسألك سؤال براء قبل الفاصل، ذكرينا يا شلشتيني نسيتيني السؤال. الفكرة خليني إذا بدي أقول ما عاد متذكرة إذا متذكرة شو كنا عم نحكي قبل الفاصل. حكينا بمواضيع تانية جانبية، لكن هلا كمان كلياتنا عنصريين. كلياتنا عنصريين. وكيف بنقدر فعلا إنه ندرب حالنا إنه نطلع من القصة؟ ما بتعتقدي إنه اليوم نحن في محاولات كبيرة، إن كان من الإعلام إن كان من الدراما، ما بعرف إذا في شكل. أنا لساتني بلوم الدراما بهذا، لأنه دائما هي بتحط صور نمطية كمان اللي قلنا إنه مثلا بلونوا البشرة حتى يحطوا صورة العبد مرات بمسلسل تاريخي، ولا ليحطوا مثلا يعني صور نمطيه ما لنا مضطرين هلا نعدها كلياتها. لكن ما بتعتقدي انه اليوم نهال شوي هيك يمكن السوشيال ميديا فتحت عيوننا اكثر وخلتنا يعني انا قبل قصه جورج فلويد ما كنت بعرف انه من المعيب اني اقول بيضت لنا وشنا وسودت لنا وشنا، وكنا نتعاطاها فعلا بكثير. انا بعترف بكثير من التخلف كنت اتعاطاها، بكثير من التبعيه لمجتمعي، انه والله بيضت لي وشي ولا سودت لي وشي. حتى انا ما بتعتقدي انه اليوم تبدلت القصه وايه نحن عم نتنور اكثر؟ يعني نحن شوي هلا بوقتك اكيد يعلمنا اكيد. هو أمثلة. يعني مع تغيير بتشوف الدعايات زي ما قلتي، ممثلات عارضات سود او حتى شعرهم ما مش المتعارف عليه، يعني اللي هو الطبيعي، الشعر الطبيعي بتاعهم. وانا بحس انه الحاجه دي مش هي يعني بتعكس المشاهد عايز يشوف شنو، فهو الوعي بتاع المشاهد هو اللي بيتحكم بالحاجات اللي بتظهر في الاعلام. فالسوشيال ميديا انا بحس انه هي يعني لعبت دور كبير في الموضوع ده. لكن موضوع انه نتخلص من العنصرية ده انا ما شايفه ما شايفه انه ممكن طريق يحصل. طويل. طريق طويل جدا. لكن هو الناس لازم تبدأ بأنها هي بس تسمع تسأل. وأكثر يعني شيء بيخلي الناس ما تكون عنصرية أو يعني تتعامل بتمييز ضد الآخر، يعني تتعرف عليه وتحيط نفسها بناس مختلفة وشكلها مختلف ولغتها مختلفة، عشان يكون يعني تقدر تشوف بأنها هي طبيعية زيها. نقطة كثير مهمة. أول نقطة أو أول خطوة الناس هي تسمع بس. تعرفي كان في إحصائية على القنوات الفرنسية بفرنسا، وهذا الشيء أكيد موجود بأمريكا وبكتير بلدان أخرى، على موضوع النساء والجاليات السود. فحسبوا كم دقيقة شخص أسود أو امرأة بيتكلم مقارنة بشخص أبيض أو رجل على التلفزيون أو على الراديو، لما يكون في يعني موجود ما بدي أقول لك كذا شخص، نشاط لقاء مناسبة. كل مرة الشخص اللي لونه يعني اللي بشرته سوداء أو الامرأة كمية الكلام أقل بكتير بشكل يعني غير طبيعي، بشكل يعني انه ممكن يقول الواحد اوكي صدفت مرة واحدة، بس لما هذا الموضوع يتكرر دائما معناته بلا وعي الموضوع عم يتكرر، وبلا وعي نحن كمثلا ناس بنتميز بكتير كيف بدنا نقول privileges بالعرب، ما بعرف كيف نقول يعني امتيازات. ايه عندنا امتيازات حتى ما بنحس على حالنا يعني. وهذا الشيء كان تابع للعنصرية اللي من غير وعي، أو خلينا نقول التمييز، لأنه العنصرية يمكن كلمة كبيرة أوقات، بس التمييز يلي بدون وعي. في موضوع تاني حابتك تحكي لي عنه، التمييز الإيجابي، يسمى التمييز الإيجابي. هلا مثلا كانت عم تقول غيداء انه واصله رسائل كثير عم تقول انه مثلا نهال حلوه وما بعرف شو. نحن ما عم نقول انه نحن جايبين نهال اليوم على اساس انه نهال ليست جميله او انه نحن لسنا جميلات. نحن كلنا جميلات، وكل حدا فينا بالاخير في زاويه اكيد جميله فيه، ان كان بشكله الخارجي، بملامح معينه بالعين، بالانف، بايا كان. لكن الفكره انه لما نحن بدنا نجي لحتى ما نبين عنصريتنا بنقوم نكشفها اكثر، نبالغ ونصير عنصريين اكثر. نهال، الجانب اللي عم بتقول عنه هلا ليلى، واللي هلا ممكن كمان نحن ومستمعينا نكون عم نسمعه لاول مره منك،
صح زي ما قلتي انتي انه الناس عشان تبين او توري العالم انها هي ما عنصرية بتكون يعني اللطافة بتكون زايدة عن اللزوم وبتكون فيها تعميم. يعني ممكن انا اكون قاعدة واحد يقول لي انت من وين؟ قول لها سودانية، تقول لي البنات السودانيات حلوات. طب ليه؟ قول لي انا حلوة. ما ضروري البنات السودانيات كلهم يعني. قول لي انا حلوة. انت كده وريتي العنصرية. انت جيتي لتقولي انه يعني بدك تقولي لي حلوة، بس انت شملتيني مع المجتمع اللي انت شايفه انه لازم اقول لك هذا الشيء لما بين عليكي عنصرية. أسوأ من هيك في ناس مشان ما تقول انه سودا بس حلوة هيك يعني حتى طريقة الحكي مزعجة انه سبحان الذي خلقها. شو حلوة. طيب اوكي بعدين يعني انه شو الموضوع انه سبحان الذي خلقها لانها سودا يعني مثلا دي تعليقات اليوتيوب او لونها اسود بس قلبها ابيض. على فكره لا، قلب لونه احمر ومو احمر قانع، حتى احمر على ازرق نيلي يعني. هلا نحن عم نضحك بس تخيلي يعني نحن هلا عم نضحك يمكن لانه في وعي، لانه معنا انه نهال الشجاعه وعم تحكي بهي الطريقه اللي فيها قوي. لكن حقيقه اذا بدنا نروح خلف الكواليس ونحكي اكثر جد، ونحن عم نحاول نكون كاننا خلف الكواليس، فهي معارك على ما يبدو مع الحياه طويله الامد. طب نهال، اليوم أنا التقيتك مثلا وأعجبت بستايل شعرك، وهذا الموضوع حكيم نحن محضرينه على فكرة مرتين حتى ما خربت يعني. أعجبت بستايل شعرك وجيت عم قلك إنه واو شو حلوين، شو بحب هذا الموديل الجدايل وكذا وقصص ومدري شو. وين المشكلة؟ مثل لما أنا بجي على واو شو حبيت مثلا موديل شعرك. بالنسبة لي أنا ما في مشكلة. أوكي، وين بتكون المشكلة أصلا؟ أيمتى بتكون المشكلة؟ هذا اللي قصدته شخصيا. يعني مثلا واحد يقول لي شعرك حلو والتسريحة حلوة، وانا يعني نوع شعري غير نوع شعرها، فلو جيت لقيتها هي عاملة نفس التسريحة وبتكون تعبانة عليها انه انت شعرك ما مساعد على انك تعملي التسريحة دي، واصلا شعرك ما خلق عشان يتسرح يعني بهي الطريقة، يتسرح بالطريقة دي. فانت يعني ليه معذبة نفسك؟ هو ما ستايل في النهاية. في تسريحات صح، في تسريحات موضة وكده، بس في تسريحات جاية من ثقافة. مثلا يعني الضفاير عندنا مش عشان هي منظر حلو، هي حلوة بس نعتبرها protective hairstyle، أو هي يعني أيوة بتحمي الشعر من الجفاف. يعني مثلا أنا شعري جاف جدا، يعني له علاقة بنوعية شعرك تحديدا، مش موديل وما له معنى. أيوة، يعني هو لما خلقت الجدايل أو لما تم ابتكار موديل الجدايل هو كان لمحاولة حماية الشعر من الجفاف اللي هو أصلا هذا نوع الشعر. أيوة. وبنفس الوقت يمكن ليضبوا أو تصفيفه بطريقة تكون مريحة. أنت حكيتي لنا المرة الماضية شيء خاصه بفترة طفولتك والجدايل، حابين نستعيده للناس على الهواء. احنا في المجتمع السوداني عامة يعني الضفاير دي عادي بالذات للأطفال. يعني نادرا ما تشوفي طفلة شعرها مفكوك إذا نوع شعرها زي يعني مش أملس. فعادي ممكن تسمعي من أمك من خالتك إنه أنت فاكرة نفسك لبنانية أو أنت فاكرة نفسك شنو. يعني شعرك بيكون منفوش وهو ما فيه حاجة، أوكي منفوش يعني سوت. بس هم عشان ما نفس الصورة النمطية فهو ما حلو، ولازم تسرحيه ولازم تخليه كده يكون نازل وملموم. غير كده انت ما بهدلة. فكانوا يضبوا لك اياه انت وصغيره، مثلا يجدلوا لك اياه او مثلا يحطوا زيوت معينه او نوع معين من دائما الكريمات. أيوة. طب ما بتتفقي معي بانه بهي الحاله كمان احيانا بيكون سبب من اسباب العنصريه هو نفسه المجتمع الاساسي اللي هو قبلان او هو ما عم بيحاول يحارب هي النظره اللي بيرميها عليه الشخص الثاني انا المختلف؟ ما بتفق، خليني بس نحن هون لحتى نحكي نحن هون لحتى نحكي. الشعب مثل انا دائما بقارن الذكوريه بالعنصريه لانه هو نفس الميكانيزم، نفس الاسلوب، الطريقه. لما شخص اوكي كل حياته عاش بمجتمع معين عم يقول له انه الشعر عم يرفضه، ما حلو، عم يرفضه، ما هو شيء طبيعي انه يصير يرفض حاله. هو ما بيكون
ما هو السبب العنصرية. العنصرية هي السبب تعامله وكرهه لحاله. اوكي بس هو عارف لما نحط المسؤولية على الشخص نقول انه هو السبب العنصرية. نحن اتفقنا من البداية بانه هو المشكلة الاساسية من فوق، يعني هي اللي غالبة للاسف، اللي هي انه النظرة الاساسية نظرة العرق الابيض اللي عم نحكي. لا انا اللي قصدي انه هي نتيجة انا معك لكن ما بيمنع انه اليوم في اصوات، خلينا نقول اصوات نشاز بيقولوا لها، بس يعني انه في صوت ناشز، في صوت خارج عن المألوف، خارج السرب، خارج عن هذا الحالة المجتمعية العامة، وعم يطلع منها. انا اليوم بعرف كثير من الاصدقاء اللي عندهم الافرو ستايل، افرو هير، وهن بتركوه بهذا الطريقة، حتى بيعملوه بشكل مختلف، بيعملوه بشكل انه حتى لدرجة انه فعلا بتوصل بمطرح من المطارح، بعيدا اليوم هلا عن قصة اللي عم نحكيه، وبعيدا عن اني جاملك او جامل نفسي واني لاقي مفرداتي واني دور انه يكون حذرة شو عم اقول على الهواء. انا احيانا بشعر انه واو لو بقدر اعمل هيك، يعني لهي الدرجه انه هذا الستايل اللي بيطلع مع لفات وقصص وكذا، وعرفتي شو قصدي. في ناس عم تقدر تطلع من القصه، هذا اللي عم حاول اقوله. يعني انا ما بدي اجلد المجتمع وما بدي اجلد نفسي، لكن عندي حريه الخيار او القرار بمكان انه او اعمل الجدوله واطلع ستايل وحدا يقلدني من شعوب تانية اللي انت رافضه الفكره بالاساس، او انه كمان انه انا اطلع بشعري. يعني هذا اللي قصدته. بس لا انا طب طبعا اول شيء خليني لانه انا انضبط. لا اول شيء بتحسي في عنصريه داخل المجتمعات السوداء؟ بالتاكيد حتى على بعض بقصد. ايوه على بعض. يعني احنا عندنا في السودان بالذات عشان يعني نعتبر دولة عربية، ففي دائما العنصرية. مثلا الناس اللي في الشمال عندهم عنصرية ضد الجنوب أو الغرب، لأنه هم ممكن بشرتهم يعني داكن أكتر من الباقي. في عندهم لهجتهم مختلفة. يعني احنا ما عارفه ليه احنا نعتبر نفسنا انه احنا عرب او اللهجه بتاعتنا عربيه اكثر منهم، مع انه السودان اصلا فيه لغات كثيره، يعني مش بس لهجات، لغات. فعندنا العقده بتاعت انه لا احنا عرب. معناها شنو؟ معناها احنا احسن من اللي هي باقي القبائل او كذا. اوكي. فالعنصريه يعني متاصله. طيب ممكن بس لانه بتعرفي غريب، لانه حكينا عن العنصريه وما عرفناها لحد هلا، وانا بتخيل كثير نقطه مهمه ان نعرف العنصريه. اذا بتسمحوا لي تفضلي. العنصريه ما هي بس رفض الاخر. العنصريه رفض الاخر هو تمييز. اوكي، ممكن يكون عم ميزك لانه شعرك مثلا احمر، او عم ميز شخص لانه ما بيمشي. العنصريه هي التمييز مع تميز بالمجتمع. يعني أنا ممكن ميزك وما عني يكون علي تميز معين، بريفيليج من المجتمع. التمييز هو العنصرية بتجي مع تميز واضطهاد. فمشان هيك نطيت شوي على موضوع إنه السود عنصريين، لأنه هن حتى لو بيميزوا بعض بموضوع اللون، بالأخير ما عندهم تمييز بالمجتمع. هن عندهم تمييز عليهم، يعني على بعض محاولة، يعني هن في عندهم تمييز على بعض مثل ما عم تقول، لكن في تمييز الأكبر اللي هو الضاغط عليه. لا بس داخل المجتمع فيه تمييز. كولوريزم. هذا عم نحكي، هذا اللي عم نقوله. مش بس كولوريزم، حتى يعني اقتصاديا وسياسيا. ف بقلب المجتمع السوداني عم تحكي انت. ايوه. اوكي. يعني نفس الفكره اللي هي العالمية تنطبق بس صح بطريقة مصغرة. خلينا نرجع للبريد، خلينا نرجع للجدايل. حكينا المرة الماضية لما كمان نحن عاملين بايلوت مع مدربين مع نهال قبل هالمرة، مشان هيك شوي مسترخين ومرتاحين. لما حكينا المرة الماضية نهال، أنا وقتها دمعت بقلب اللقاء إذا بتتذكري. حكينا على موضوع، قلت لك إنه أنا مثلا كتير بحب ستايل الجدايل الأفريقية، وأنا عملته بحياتي قبل هالمرة. قلتي لي وقتها إنه أنت ما كتير بتتفقي مع هي الفكرة، وهلأ كمان أشرتي لها بشكل أو بآخر. ممكن أكتر توضحي لنا وجهة نظرك بهذا الموضوع؟ تعيدي أكتر من اللي حكيتي، تفهميني أكتر شو كانت الغاية والقصد. بالنسبة لي أنا يعني اللي شايفاه، لأنه في ناس بقت تطلع وتعمل الستايلات دي، انفلونسرز ومعارف مشاهير. ايوه، فبقت تتشاف انها هي موضة ترند، حاجة جديدة لازم كلنا ننط ونعملها يعني. فأنا هنا دي بالنسبة لي لا، يعني انت لو هي فعلا عجباكي وانت فاهمة هي اصلا جاي من وين، وعلاقتك انت بالمجتمعات اللي بتجي منها كويسة، ويعني فاهمة انت كل حاجة، اوكي ممكن اتقبلها. بس اذا انت
ماشي تعملي ضفاير او حتى تركبي اللي هم الاكستنشنز بس عشان الناس كلها عاملاها موديل وموديل جديد. لا هي ما موديل، هي ثقافة. وهي الفكرة يمكن كمان انه يمكن المشكلة الكبيرة الاكبر بهالموضوع هذا انه لما يصير موضوع موضة بيصير حلو كتير، وخاصة لما ناس بشرتهم مش سودا بيصير يا لطيف شو حلو، يا لطيف شو سكسي وهالمواضيع هاي. بس لما يكون شخص أسود لونه أسود وهو كل حياته عنده ضفاير مثلا، أو هو لابس لبس معين، ما حدا بيعبره، بيكون يا لطيف لابس بيجامة، ومثل ما كانت عم تحكي نهال انه مو عامل شعراته او مش عامله شعراته. بس لما يكون موضوع يطبق على شخص مش أسود بيصير فظيع الموضوع. فيمكن هي أكتر نقطة مزعجة. أنا بقدر أفهم من نهال بأنه نحن اليوم لازم نقدر نفهم أكتر أصل كل شيء بدنا نعمله. صح. أو أي دور بدنا نحاول نعيشه هو ما دورنا، نقدر نفهم شو مسؤولية هذا الدور أو شو أصله لهذا الدور. هل فعلا يعني هلأ بقدر أفهم من نهال أنه موضوع الجدايل هو محاولة من شعب بالكامل اللي مثلا خليني أقول مثل ما قلتي انت وطفله، يمكن الامهات كانوا يجدلوا شعر بناتهم الصغار من باب يمكن هيك انظف، هيك اضبضب، هيك ارتب للشكل، هيك بيريح اكثر، هيك ما بيخلي العالم ينظروا لبنتي نظره انه والله هي مثلا هذا الشعر الافرو المجعد. خاصه اذا بدي احكي على مجتمعات مختلطه، يمكن ممكن نكون ما عم نحكي بالسودان بس، عم نحكي بدول مثل هون مثلا احنا عايشين ملونات يعني بمجتمع واحد، بمدارس، بالجامعه. فهي اللي ردء هذا العنصر اللي ممكن تتوجه ضد هذا الشخص هي أكثر منها حالة جمالية تماما. كمان بتذكر إنك حكيت لنا على موضوع تسبيل الشعر، إنه حرق الشعر بحبه كتير. أي تماما، إنه لدرجة إنه محاولات تسبيل الشعر بتؤدي لحرق الشعر، إنه كمان في معاناة بالجانب الآخر لما نحن عم نحاول كأفرو هير نحاول نملسه لنبين مثل ما بده المجتمع مننا. أيوة هو تمليس يعني باستخدام مكنات او حتى كيميائيا. يعني في ناس بتجيب كريمات هي بتخلي الشعر املس لمده طويله، فبتحرق الشعر، فبتحرق الشعر. يعني بيكون شكله اصلا انت مهما حاولتي اصلا ما حيكون المنظر اللي انت عايزاه no matter what يعني. بس كثير ناس بيلجأوا له، وكثير امهات، انا الحمد لله امي ما عملت الحاجه دي، بس كثير امهات يعني بيعملوا لي لبناتهم تكون عمرها 5 سنة يعني مواد كيميائية كيميائية عليها. ليه؟ نقدر نفهم انه هذا بسبب عنصريتنا نحن، يعني بسبب عنصرية العالم. الأم عم تجي لبنتها لحتى تقدر تغير من ملامحها، حتى حرام هي بتقول تغير من شكلها اللي هي خلقانة فيه من جيناتها، لتحاول تحمي بنتها من انه هي تتعرض لتنمر برا او لعنصرية. حتى مش بس حماية، يعني هي ممكن تكون هي فعلا خلص. هذا اللي كنت بقوله بالدور الاول، بس انه اي كمان بالاخير بنرجع بنحكي انه هو لانه في ضغط اكبر منه، هو في ضغط كبير كتير خارج من برا. كتير هيك عم بتدور أسئلة براسي، بس حابة نهال تحكي أكتر هيك. في فكرة برضو يمكن الناس ما تتفق، بس الفكرة بتاعت الناس تمشي البحر عشان تسمر. ليه؟ هلا لما حكيت كان خاطر، هلا كان خاطر على بالي يعني طب تعالي خدي لوني، هل حيعجبك ولا هو لا لازم درجة معينة؟ يعني ليه الناس دائما بتلجأ إنه لازم تغير حاجة في شكلها؟ ليه؟ وإذا هو أصلا يعني موضوع إنه السمار لحد ما يعني إنه وبالمقابل كمان بدي نوه على شغلة، أنا هي الشغلة كتير بتزعلني، كتير هيك بتحسسني بالغضب، إنه في كريمات بدون ما نذكر أسماء واعلانات كتير ضخمه لها وكذا، انه والله لتفتيح البشره. كبرت عليها، انا خالاتي كبروا عليها. يعني انه كم انت في حرب شعواء بالمحيط، بالحياه، بالمجتمع، عم بتعيشيها بشكل يومي، عم بتحشي لك السبكونشس تبعك، عم بتعيشك بلا وعيك انه انت هيك الاجمل، هيك الافضل، هيك الاحلى. فانت عم بتعيشك معاناه. يعني حقيقه مو بس عند اصحاب البشره السوداء ولا اصحاب البشره السمراء، حتى احيانا بتفاوت بالعائله الواحده. يعني اليوم عندك اخت او اخ انت ابيض او اسمر بدرجه، بتصيري بتعيشي حاله التنمر بمجتمعك، بعائلتك، بمحيطك، فبتصيري بتدوري على هي الوسائل لحتى. انا حقول لكم شيء يمكن اول مره بقوله او هي
فضايح. انا ماما اذا بتسمعني ممكن تزعل مني، بس معلش. طفي الراديو. انا ستي امريكيه، اوكي، شقره وعيون زرق، يعني امريكيه. اوكي. وماما كبراني بسوريا مع ام امريكيه شقره عيون زرق، ومتعقده من كلمه كانوا يقولوا لها اياها لانه كانوا يقارنوها بامها، يقولوا لها ايه انت حنطيه. ما بعرف كيف نترجمها كلمة حنطية، هي كلمة كتير سورية بس يعني بتخيل مفهومة. الأسمر الفاتح إنه هي متعقدة منا كل حياتها لحد هلا، تقولي ليلى معنا بيضة على المفهوم السوري أو الشامي، لا ومقارنة بإما حرام، يعني إما هي بالنسبة للمجتمع، إما بالنسبة للمجتمع إنه معيار جمال، إنه هي جميلة ستي أكيد، بس إنه بالنسبة كمان للمجتمع السوري إنه كانوا يجوا لعند الجيران بس مشان يشوفوا عيونها يعني وشعرها وهيك. فلحد هلا تخيلي بعد 3 أولاد و30 سنة زواج بتتعقد من كلمة حنطية. قديش محزن الموضوع. هلا اذا بدنا نحكي بعيدا عن موضوع ضيفتنا اليوم نهال بالحلقه، فاذا بدنا نعد ما بنخلص. اذا بنعد عن عنصريتنا، عن عنصريتنا مع جيراننا اللي بالبيت اللي جنبنا، عن عنصريتنا مع الجيران اللي مقابلنا، عن عنصريتنا مع الحاره الثانيه، ولا مع الضيعه اللي بعدنا، ولا المدينه اللي ما بعرف مين، ولا الشمال والجنوب مثل ما ذكرت، ولا لكن اذا هلا نحن بس عم نحكي بهذا البارت اللي صحي سودا بس حلوه مثل ما نحن ذكرنا بالبارت، قد في عالم ممكن ما تفهمنا صح. هلا ليلى يمكن الناس تتفاجئ انه شو عم يحكوا هدول. احساس انه الواحد يتفاجئ انا بعتبره كتير ايجابي. حتى لو عصب، حتى يمكن لو في ناس زعلوا منا ولا هن عم يسمعوا بعض القصص، انا بحس انه الزعل او التعصيب او احساس المفاجاه هو احساس ايجابي، معناته عم يحرك شيء بالشخص. ما بتتفقي معنا انه مرات كتير في مواضيع الناس بتكون عم تسمعها ربما للمره الاولى بحياتها، وهي الكف الاول للانتقال لخطوه ثانيه. الكف الاول. انا لانه باكل كفوف بالحياه على فكره، من التلفزيون، من الكتاب، من الشارع، ما بيكون عم بنضربه لي، بيكون حدا غيري عم ياكل. منيح انك عم تحسي بالكف، لانه في ناس تاكل الكفوف وما بتحس فيه، يعني ما بقصده بالكف هو انه انت بتضلي عم تتربي. التربيه مو بس شغله البي والام، التربيه هي شغله الرفقه والمجتمع والمختلفين واللي بيشبهوكي واللي ما يعني هي من كل مكان، من كل مصدر خارجي عم بيكون في حدث قدامك هو لازم يغير لك من افكارك ويعدل لك من سلوكك. ايوه البيئه اللي حواليك وهي بيئه مستمره، يعني ما حاجه بدك. خلينا نطلع بخلاصه من هذا الشيء الى حد ما. لا تجوا، خليني هيك صححي لي اذا انا فهمت منك شيء اليوم ببعض مفاهيمي. لا تجوا تقولوا لحدا لما بتشوفوا من وين ما كان، ما بدنا نحكي بس اليوم على نهال، جيتوا لعند ليلى، من وين يا ليلى؟ من سوريا. السوريين بيطيروا لها الحلوين ما بعرف شو. هون في صارت حالة التعميم اللي هي حقيقة مرفوضة بمكان ما من قبل ليلى، من قبل نهال، من قبلي، حتى لو كنتوا بتقصدوا فيها الإيجاب. حقيقة هي مانا إيجابية بهي الحال. أنتوا عم تهربوا بدون ما تحسوا اللي قدامكم لمثل هذا الموضوع، عم تهربوا من حالة إنه أنتوا في مطرح، يعني أنا تصرفك مش طبيعي. أي تماما عرفتي. فلا تيجي تقول مثلا لحدا إنه والله أنا بدي حابي اليوم نهال بجيب لها أنا بحب أصحاب البشرة السوداء. ما حدا طلب. أنا بحبك نهال أنت. أيوة. لأني بعرفك يا نهال. ممكن ببساطة يكون في حدا من أصحاب البشرة السوداء وشرير، مثل ما ممكن يكون أنا شريرة أو ليلى شريرة أو سجا شريرة أو أي حدا بالحياة. الفكرة مو بلوني. أكيد. الفكرة مو بلوني، الفكرة مو بلون بشرتي. ما بحب كل السودانيين لأنهم جميلين، بحب السودانيين الجميلين منهم. صح؟ بالضبط. أنا كثير بتلاقيني الجملة دي. السوداني أطيب ناس. قلت لهم تعالوا شوفوا أنا هاربة من المجتمع السوداني لأنه ما طيب. على عيننا وراسنا. والواحد كل ما يعني يتكلم مع ناس من ثقافات مختلفة حتى لو كانت قريبة بيشوف أنه هي نفس المشاكل. أنا شايفة مجتمعي بنفس العين اللي هم شايفين مجتمعهم بها. فأنت ممكن تكون لقيت ناس يعني سودانيين كتير طيبين، بس مش معناها انه اي واحد سوداني كويس. الاطراءات الزايده عن اللزوم مرات مزعجه، تعكس عكسها وقع، عكس حقيقتها. مضحك حتى، يعني ممكن يكون مضحك الموضوع انه والله السودانيين احلى ناس، يعني ما حدا طلب منك اصلا انك تعمم بهالشكل هذا. يعني نقطه ثانيه اذا بدنا نحكي فيها، لما بدك تعيش أي تفصيل خاصه بأنك أنت عم بتحاول تتماهى مع واقع معاش عند الآخرين، افهمه بالأول، فهم أسبابه قبل ما تجي تحط مانشيتات عريضة. بنرجع بنقول مثل وقت اللي صار حدث مقتل جورج فلويد، كلنا العالم كلنا تعاطفنا. نحن من الأشخاص أنا الحقيقة ضليت يومين عم براقب، عم أدرس
شو ردود الفعل اللي بدها تكون. صار في حتى نجوم وقعوا بهذا المطب وغلطوا، عبروا بطريقة ما كانت صحيحة، عبروا بطريقة انقرأت بشكل عكسي وهوجموا. في ناس رجعت اعتذرت، في ناس حتى ما قدرت تستوعب وما رضت ترجع تعتذر عن المواضيع. بغض النظر شو هي يعني بالاخير انه اوكي كل حدا وله وجهة نظره، لكن هي الحقيقة انه لا تجي تقول انه هو كان وقتها كان الشعار بتذكر بلاك لايفز ماتر، فالكل اعتمد الشعار. ولما عم يحطوا انت عم تحط بلاك لايف ماترز بس انت بنفس الوقت بالجمله اللي بعدها كنت عم تستخدم يمكن عباره تخليك تكون حقيقه مانك عم بتفكر بقديش مهمه حياه السود، لانك عم تتعاطى معها بطريقه كانت مختلفه. شو الطريقه الانسب كانت وقتها برايك نهال فعلا لحتى نحن ما نتعاطف بس بشكل مظهري؟ ايه يعني. بشكل مظهرجي نتظاهر، وانما نتعاطف حقيقه مع قضيه انسانيه واخلاقيه وعالميه. انا زي ما قلت لك يعني ما في طريقه انك انت تتفادي الموضوع تماما. ف كون الناس تقول كلام او حتى النجوم اللي طلعوا عملوا اللي عملوه، بالنسبه لي انا الله يسامحهم ما حنحكي اسماء اكيد. ايوه ما دام هم ردوا يعني شافوا ردود الفعل واعتذروا اوكي تمام. كذا الناس كلها بنغلط، الناس تتعلم كذا. بس يعني ما ممكن تتفادي انك انت تعملي اي شيء. انا ما حتحرك ولا حعمل اي شيء وحاط في عيوني عشان شنو؟ عشان ما اهاجم. بالضبط. وبتعرفي يمكن شيء كمان انه حسيت لما صارت جريمه جورج فلويد، لانه هي جريمه، في كتير ناس تحسي فائت فجاه انه بتقلك انه اول مره هيك بيحصل، او انه انه ايه انه واخيرا صار شيء انه كتير هيك اكستريم، خلينا نقول متطرف، لانه الناس بعد فائت. بس هو بالحقيقه عم يحصل كل يوم. تحسي الناس يمكن اسهل تشوف من بعيد شو عم يحصل وتعترف بالعنصريه لما تكون بعيده كتير عنا، بس اصعب كتير انه نشوف العنصريه بحياتنا اليوميه ونشوف انه تصرفنا بشكل او اخر عم يأيد نوع من العنصريه. في ناس كتير قالوا انه احنا ما عندنا النوع ده من العنصريه، ما في ناس بتتقتل. لا في وطلعت ياما طلعت احنا العرب ما عندنا عنصريه الحمد لله. طلعت قصص عن اطفال او حتى اولاد يعني مراهقين زملائهم او اصحابهم قتلوهم ما هنا في العالم العربي. فهي لا مش في الغرب الحاجه دي موجوده، بس الناس مو معترفه بها او ما شايفاها، مو معترفة فيها خلينا نقول، لأنه يعني ما بعرف هلا يمكن حبايب متطرفة جدا. أنا انصدمت لأنه ما بسمع القصص. هلا أوكي ما بيسمع الواحد، بس إذا فعلا عنده نية إنه يتعرف عن موضوع ويسأل عنه ما بيستنى إنه يصير جريمة جورج فلويد ليحاول يتعرف. يعني تحسي في كتير ناس للأسف، بس هي ناس كمان يعني من لا وعي، مو إنه والله إنه مقصود الموضوع، بس إنه في كتير ناس فعليا فائت السنة الماضية. في ناس ما هو عشان الواحد يكون يعني يفوق على الموضوع او يشوف لازم يكون المحيط بتاعه مساعد. اذا انا اصحابي كلهم من نفس المحيط، كلهم من يعني مثلا نفس العائله، نفس البيئه، نفس المنطقه، صح، اكيد ما حكون شايفه البر في صح ما حكون شايفه في شنو. عشان كده يعني هو جهل تام فعليا، جهل مش ما بقدر الومه. مشان هيك يمكن حتى نحن عموما كل قضايانا مركزيه عم بتكون يعني حتى مثلا خليني اطلع شوي عن الموضوع نهال. وقت اللي صارت الثوره بسوريا وصارت الاحداث كلها وصد ورد مناطق كلها تدمر، كان السوريين عم بينادوا وقتها على السوشيال ميديا انه وينه العالم من قضيتنا. الحقيقه انه انا شخصيا بشوف حالي واحده من الناس اللي كانت كمان بوقت من الاوقات عم بتطالب العالم كله انه ينظر لقضيتها، لكن يمكن عملي بمهنه الصحافه بيخليني مثل ما عم تقول نهال مطلعه على مشاكل دول وقوميات ومجموعات وتجمعات ومجتمعات بالكامل عم تعيش صراعات تانية ودموية أكثر من مجتمعي أو أكثر من قصتي وقضيتي أو مناصفة لها. فكتير نقطة مثيرة للاهتمام ومهمة قالتها نهال مرتين بالحلقة، صح. هي إنه تعرفوا على المجتمعات التانية، يعني أنتوا لا تكونوا عايشين ضمن الكومفورت زون، ضمن المساحة الآمنة تبعكم لحتى تعرفوا أكثر كيف تتعاملوا معه. في شاعر فرنسي ذكرتيني كتير مشهور وكتير طلعوا وقت جورج فلويد. هلا ممكن ترجم لكم اياه هيك ببساطه، مو انه حرفيا، بس انه بيقول لما اجوا اخذوا السود سكتت، لما اجوا اخذوا الصينيين سكتت، لما اجوا اعتقلوا اليهود كمان سكتت،
لما اجوا اعتقلوني كلهم سكتوا، لانه ببساطه لما انت ما بتهتمي بقضايا غيرك اكيد غيرك ما حيهتم بقضاياك. فالامر له علاقه كيف بدي اقول لك بحالتنا الانسانيه كمان بشكل عام. اذا انا مش قدرانه اتعاطف مع وضعك انت كبراء او مع وضعك انت يا نهال، مين حيتعاطف معي؟ يعني هو كمان ذكاء اجتماعي قيمي كل شيء، يعني المبادئ والفاليو ذكاء اجتماعي. هو ردة فعل طبيعية ان الواحد يكون مر بظروف سيئة يكون عايز انه طب شوفوني اسمعوني. فهي انا ما شايفاها انه هي شيء سيء، لكن مفروض تكون تنبيه للشخص نفسه انه فيها وعي اكثر. طب انت منتبه للناس اللي حواليك هم بمروا بشنو. فالناس بس تشوف يعني تحاول تطلع من الاطار بتاعها، نفرزه منطقة الحماية الخاصة فيها، حتى يعني فيزيكلي الاطار فعليا يعني تشوف ناس جديده، تعرف على الناس. صح. شو رايكم ناخذ بريك صغير اخر فاصل وبنرجع لكم؟ يلا. راجعين اذا بحلقتنا لليوم من عن حالي، واللي عم نحكي فيها عن التمييز او عن العنصريه، وكان عنوان الحلقه صحيح سودا بس حلوه. وبرجع بنأكد انه نحن حطينا العنوان استفزازي عن قصد وعن يعني سابق الإصرار والتصميم لحتى فعلا نستفز متابعينا. بدي أقول لأصدقائنا عبر الفيسبوك أنه للأسف نحن ما قدرنا نطلع لايف، لهيك رح تشوفوه مسجل كرمال هيك ما رح نقدر نقرأ تعليقاتكم، لكن رح نرد عليها لاحقا كتابة. ونحن هلأ كمان لايف على الانستغرام، على صفحتنا على الانستغرام. فسامية بتقول لا، هو لازم أولا اللي عنده بشرة مختلفة ينسى أنه عنده اختلاف ويتعلم يحب نفسه ويتعامل مع المحيط اللي قدامه. إذا كان في تنمر ما يضعفه هالشي، بالعكس لازم يتقدم ويكون قوي ويفرض نفسه. حب النفس هو الحل. شو رأيك يا نهال؟ هل سهل الموضوع بهي كلام أسهل يتقال ما يتعمل بالضبط. هذا تماما اللي نحن عم نحاول نقوله بالحلقة يا سامية، بأنه نحن بنقدر ببساطة نفكر أو نحكي بطريقة يمكن نفكر حالنا أنه نحن عم بنساعد الآخر لحتى يكون مرتاح بحياته، لكن هي حقيقة ما نبي هي البساطة. أكيد. التعامل مع هي ما بالبساطة دي، وما مفروض يكون المسؤولية تكون على الشخص نفسه. بالضبط، إنه مسؤولية مجتمع. بالضبط. يعني ما نطالب انه والله انت حب حالك وانت اقتنع وانت ما لازم تفكر انك مختلف. لازم نحن اللي نفكر كيف فعلا نكون عم نتعامل سواسية مع بعضنا بشكل او باخر. خاصة انه الواحد ما بيقدر ما يحس حاله مختلف لما كل المجتمع بيحسسه انه هو مختلف. يعني هذا حكي نظري. هي نقطة كثير مهمة نهال. يعني خليني يكون هيك خارجة شوي عن اللباقة والأدب مثل ما بيقولوا، ونحكي عن جد بتجرد. ما رح تكون فرصة كل يوم عنا فرصة نحكي وعلى الهواء. أنا مرات بلمحها بنظرات الناس، صح؟ يعني
حتى انا على مستوى انه ممكن يكون بمكان، ممكن يكون لابسه شيء مختلف مثلا بين عالم مثلا، فما بدهم يحكوني يقولوا لي شو لابسه او شو من غير كلام، من غير كلام، فبتصير التطليعه تبع انه بس انه انت بتحسي انه في حدا بده يقول لك انه انت شو عامله مثلا. بحسها انه كمان هيدي يمكن تقاس على الحياة يعني بشكل ما، يعني انه بتعيشيها، ممكن تعيشيها احيانا. خلينا نقول انك قاعده مع مجموعه، نحن عم نحكي اليوم انه نحن اصلا الحلو بالحياه انه نحن قادرين نكون اصحاب ورفقات ومجموعات منوعه ومختلفه ومن ثقافات مختلفه، اشكال مختلفه وكلها. خلينا نفترض فرض انك انت قاعده مع مجموعه كلهم هيك فتي مكان كلهم مثلا اصحاب بشره موحده، ما بتلمحيها هي النظره احيانا؟ يعني ما عشتيها لهي التفصيل او حكيتيها انت واصدقاء او العائله مثلا؟ وانا صغيره الا تبدا الاهانه من هون احيانا؟ اكيد انا صغيره يعني عايشه الحاجه دي. حاليا ما ممكن اقول لا، يمكن لانك انت قويتي، ممكن. اوكي. بس هي موجوده يعني، حتى في ممكن تكون بطريقه مختلفه. انا بتذكر واحده كانت صاحبتي في المدرسه، كنا احنا يوم نجي البيت نطلع MSN ونتكلم وندردش، فكنا يعني بنتكلم وقت طويل وبنهزر وبتاع. نمشي المدرسة بتقول لي انه لا، في المدرسة لا. اوف، واو. شو في المدرسة لا؟ يعني ما نكون اصحاب في المدرسة، قدام الناس ما يعني تشوفني معك. واو كذا. فهي ممكن تكون ما متذكرة الموضوع ده هسه، وانا ما يعني فعليا ولا حاسة ولا شيء حاليا ولا اي حاجة بالنسبة لها، عادي يعني. حتى بعرف البنت لحد هسه وبتعامل معها عادي. واو. بس حكيتي لها بالموضوع؟ لا هلا بعد سنين يعني؟ لا، ولا ححكي لها لانه اصلا يعني it's not an active part of my life. ما فهمت عليك، ما جزء مهم في حياتي، مش مهم. بس هي حاجات زي دي انه طب انا كيف حاتعامل مع الموضوع ده؟ واذا انا في مدرسة كل الناس مختلفة عني، كل الناس شكلها مختلف عني، فكيف انا حاكون قوية أو مثلا حطنش في الموضوع وأحب نفسي؟ أنا صح. طفلة عايزة أصحاب، صح. عايزة أكون يعني متقبلة في المحيط اللي أنا فيه، فكيف حأحب نفسي؟ حكون أنا براي يعني كده. عندي سؤال له علاقة، هلا جاوبيني عليه أو ما تجاوبيني، أوكي؟ بس حأسأله وأنت إذا ما ارتحتي it's fine. هل بتحسي إنه العنصرية بكل اشكالها، لانه مثل ما قلنا العنصريه مو ضروري يكون شيء كتير انه حدا اجى سبقك، ممكن يكون اعقد من هيك الموضوع، هل بتحسي انه العنصريه بجميع اشكالها اثرت على صحتك النفسيه؟ اكيد يعني في حاجات كتيره، وانتوا قلتوها في حلقه سابقه، عقد. في عقد كتيره بتيجي يعني بمرور الزمن بتتراكم، فأكيد هي حاجات حتى بالنسبة لي يعني ممكن ما أتذكرها أو أعرف شنو يعني أقعد أحللها. أيوة، بس أكيد يعني مواقف كثيرة، حاجات كثيرة عشتها أثرت على نفسي. لو بدنا نحكي نسبة وتناسب هيك يعني بالنسب، خليني أقول قد إيه بتعتبري نسبة الناس العنصريين اللي واجهتيهم بحياتك بالدنيا؟ هل ده بيضمن شعبي ذاته؟ انت خيارك، انت قولي شو هي النسبه بحياتك. انت اليوم عم تعيشي عمرك فوق ال 25 سنه. النسبه بقول تغيرت، يعني انا صغيره تغيرت من هسه. ايوه، هي النسبه تغيرت ولا التعاطي معك تغير؟ او انت يعني انت دخلتي بمطارح لحتى اثرتي على كيف يتعاطوا الناس ويتعاملوا معك؟ هي تغيرت في نفس الوقت. انا حاسه انه في شيء تغير برضه، لانه في مرحله معينه في المدرسه مثلا نكون يعني نتاثر اكثر، كان في تنمر كثير، بعدين حتى انا ما فاهمه ليه او حصل شنو فجاه الناس التعليم بتخاف مني اصلا. ما في واحد بيقرب علي او حتى يعني يفكر انه يتنمر علي. ف حصل كيف ما عارفه. هي لها علاقه كمان بالصوره النمطيه اللي عنا اياها عن السود، انه هن كثير اجريسيف وبيخوفوا. والافلام يعني عموما نحن انا اذا اليوم بدي اقول قبل ما اتعرف على نهال او على اصدقائي اللي عندهم بشره مختلفه عني، انا لو بدي اعتمد على الافلام، على الدراما، على السينما، فايه انه ممكن يكون عندي نظره كثير مختلفه للشعوب، هي بس مقولبه على اساس شو شفت. بس انا لما بلشت اتعاطى مع الناس تغير موقفي وتغيرت وجهه نظري، يعني فهمتهم غير. بس انا ما اعتقد هي جاي من ناحيه انه اجريسيف، لا هي بس انه انا انت يمكن اكون انا
على وشي بقى باين انه ما في يقرب علي. فبقت حاجه يعني حتى انا ما ملاحظاها. هل في حلول جوهرية سحرية أخلاقية إنسانية ممكن الواحد هيك ما يكون سمعا فيها واليوم بنهاية حلقتنا نتعاطف فيها مع الآخرين، نقدمها نصائح أو نقدمها كطلب من الآخرين؟ كيف ممكن نطور حالنا بمعنى آخر؟ نطور أدواتنا لحتى فعلا ما نكون عنصريين. أنا أشك لحد هي اللحظة أني ممكن نكون بالحلقة أنا أو ليلى رأنا بشيء حاولنا نعبر فيه على أساس أنه نحن احنا على كل حال نعتذر لو قلنا شيء لكن غير ما فعلا نكون نحن بمكان جاملتينا يعني لانه نحن قاصرين عن ادواتنا بعدها قاصره لانه معرفتنا بالاخر بعدها عندنا محاولاتنا الدائمه ويمكن نكون احسن من غيرنا لانه عم نحاول غيرنا بعده ما حاول. شو في حلول جوهريه ممكن؟ هي نفس النقطه حاجه قالت لها انه الناس تطلع من دائرة المحور بتاعها الدائره بتاعتها تتعرف على ناس ما حتى ضروري يكون الشكل غير يعني بس من ثقافة مختلفة حتى إنسان غير يعني صح. اهتماماته مختلفة في الحياة يتعرف على الناس يسمع يتحاور فمن غير الموضوع ده ما في شيء حيتغير وما في شيء يعني ما في سحر حيغير الموضوع أو حتى يعني بالنسبة لي كأنا إنسان عندي تمييز ضد ناس معينة ما حيتغير بين يوم وليلة. ممكن يحط على جنب شوي الإيجو تبعه يعني كيف بيقول الإيجو شفت الحال شفت الحال إنه إذا شخص قال لك إنه هذا الشيء جارح هذا الكلام جارح أو هذا الكلام عنصري ما تكون أول ردة فعل إنه لا والله أنا ما حاول تسمع هدي اسمع واعتذر إذا كان واعتذر إذا لازم تعتذر. أيوة يعني في النهاية قدم اعتذاري موضوع شخصي أنا ما بنتقدك أنت أنا بنتقد التصرف اللي أنت عملته وأنا عم حاول كون مرتاح معك بهذا المجتمع الفسيح. بالضبط. فهو هي حاجة أنا شايفاها ما منتشرة عندنا إنه الناس تتحاور بطريقة منفتحة وصريحة من غير ما في حساسيات تخليها تزعل. أيوة. طيب سؤال أخير نحن استدركنا الوقت بس خطر على بالي بالنهاية. نهال هل بتعتقدي أنت اليوم لأنك عايشة ضمن مجتمع بأماكن يعني فيها مجتمعات مختلطة أصلا أكثر من غيرها ممكن تكوني عشتي عنصرية أكثر من لو إنك عشتي مثلا ببيئة محلية كل الناس اللي حواليك بتشبه بعضها وبتشبهك؟ غالبا حتكون مختلفة تماما. يعني أنا بسمع قصص عنصرية كثيرة من ناس ذوي بشرة سوداء لأنه عايشين مع في مجتمع مختلف كله مختلف أو أغلبه مختلف. على كل حال شكرا لوجودك بيناتنا لحتى نحن نتعرف عليك نحن نكون أصدقائك ونحن اللي نعرفك ونحن اللي يكون في بمحيطنا نهال ومثل نهال كتير من الصبايا والسيدات والأصدقاء والصديقات لحتى نكون عم نتعلم وعم نتعرف كل يوم على مفاهيم جديدة إنسانية نحن بنكبر فيها الحقيقة. وشكرا كتير لمستمعينا لأنه الموضوع ما كان سهل كمان فبنتمنى هيك يكون حرك شيء فيكم على الأقل بنتمنى إنه هذا الشيء مثل ما حرك فينا ويمكن مثل ما حرك بنهال كمان. وبالنسبة إلي يعني هالنقاشات جدا مهمة جدا جدا مهمة فشكرا كتير لكم. موعدنا الحلقة الجاية 3 الجاية حالي الساعة 4 المساء. شكرا نهال. شكرا إلى اللقاء. صديق صديق جيب 3 كرك